المنتخب الجزائري سايب العمق، سايب المساحات في العمق. يعني ميسي وصلت له الكرة اكتر من 50 مره، معظم اللمسات بتاعته هو لوحده وفي مساحه فاضيه. فده في ربع متر هياكلك ويروح الكوره ويعملك ويرقصك. أهلا يا شباب. لم تكن مجرد مباراة، بل كانت ليلة تبخرت فيها أحلام المحاربين أمام سحر ميسي. انهار الدفاع فسقطت الجزائر بثلاثية مداوية. كلام أبو تريكة بعد اللقاء لم يكن تحليلا عاديا، بل كان مواجهة حارقة مع الحقيقة. أترككم مع التحليل. هو لاعب جيد جدا، وايضا مع وجود ليو ميسي في هذه الحاله اذا فانت لا تحتاج الى اي لاعب اخر في الواقع، ولكن اعتقد انه سيؤدي جيدا فيما هو قادم. شكرا للزميلين بدر الراجي وعمرو الخديري. هذا اللقاء ينتهي لمصلحه الارجنتين في اولى الجولات ب3 أهداف دون مقابل امام منتخب الجزائر، حيث سجل ليونيل ميسي 3 أهداف عادل فيها الهداف التاريخي لكأس العالم ميروسلاف كلوزي نجم الكرة الألمانية ومنتخب ألمانيا سابقا ب16 هدفا، عادل الرقم في 3 أهداف في أولى اللقاءات لمنتخب الأرجنتين هذه المسابقة من كأس العالم 2026. منتخب الجزائري في أولى الجولات في أولى المباريات يخسر أمام بطل العالم، نتيجة قد تكون منطقية، لكن المنتظر من المنتخب الجزائري الكثير والكثير أمام النمسا وأمام الأردن، واللذين سيلتقيان بعد ساعة من الآن أيضا في جولتهم الأولى من الجولة 10. ميسي فعل كل شيء كابتن محمد. ابو تياجو رايق، مستمتع ميسي. بلاي ستيشن ابن اللذين 3 أجوال ايه؟ والله يا ميسي رقم، العمر بالنسبه له رقم. الكره في رجليه حلوه يا اخي، الكره في رجليه سهله. استمتعنا بيه صراحه. الواحد سهر وكان عايز ينام، بس ميسي خليك تسهر فتستمتع. خساره للمنتخب الجزائري، عنده ماتشين، اتمنى ان الخساره دي ما تاثرش على الولاد، ويبقى عندهم ماتشين قدام النمسا والاردن يقدموا مستوى كبير. في الاول وفي الاخير انت خسرت قدام بطل العالم، فاعتقد استمتعنا بشغل ميسي. المباراه دي بتقول ان بطل العالم بكل جاهزيه قدر يكسب هذه المباراه بقناعه وباداء، وطالما ميسي رايق ومستمتع فدايما الارجنتين مرشحه. بهذه الاهداف الثلاثه المشاهدين الاعزاء وصل برقم ميروسلاف كلوزي نجم منتخب المانيا سابقا ب 16 هدفا. دعونا نذكر ونسترجع ابرز هدافي كاس العالم بارقامهم الكبيره على مستوى الاهداف: ميروسلاف كلوزي، ليونيل ميسي ب 16 هدفا، رونالدو نازاريو البرازيلي ب 15 هدفا، كيليان مبابي الذي يلعب ايضا هذه البطوله سجل هدفين في مرمى السنغال، عدل رقم جيرد مولر نجم الكره الالمانيه ايضا ب 14 هدفا. ويبدو بان ليونيل ميسي كابتن محمد امام تحطيم الارقام هو وكيليان مبابي في هذه البطوله. يعني النهارده شفنا البطل والوصيف ونجومهم في حاضرين، يعني نجومهم جاهزين. شفنا ميسي النهارده هاتريك، شفنا كيليان وانطلاقاته. فرنسا عندها خط الهجوم طيارات. الشكل بتاع الارجنتين الهجومي مختلف. فين خطوره الارجنتين يا عبد العزيز؟ في العمق. النهارده المنتخب الجزائري سايب العمق، سايب المساحات في العمق. يعني ميسي وصلت له الكرة اكتر من 50 مره، معظم اللمسات بتاعته هو لوحده وفي مساحه فاضيه. فده في ربع متر هياكلك ويروح الكوره ويعملك ويرقصك. تدي له انت 20 متر 10 متر، يعني مع بعض هنشوف الحالات اللي احنا جايبينها لميسي، اللي دايما بيستلم في عمق الملعب ويفضي نفسه في العمق. مفيش حد بيقول له انت رايح فين. المساحات واسعه بين الخطوط، ده اللي اتكلمنا عليه بين الشوطين في الهدف في الاول. استلم لوحده، لف، سدد لوحده قوي خالص، محدش بيقول له انت رايح فين، ولا حد بيضغط عليه ولا حد بيضايقه. فطبعا ما بيتضايقوش خلاص هيحطها زي ما هو عايز. وحاجه تانية، ممكن احيانا العمق الدفاعي بتاعك مكشوف، حارس المرمى يحميك. النهارده لا، حارس زيدان، مع احترام انا بحب زيدان ابوه، انما النهارده في حالات في الهدف الاول كان لازم يبقى التراي بتاعه افضل من كده. الهدف الثاني اللي جابه ميسي الكرة بتاعته ارتدت منه وتابعها ميسي كويس. فالنهارده الحاجات دي لازم المنتخب الجزائري يعالجها وبسرعه.
وهنا زي ما قلت الحاجات ان انت لازم يا عبد العزيز، ده اخطر لعيب لازم على طول تشوف لازم هو الرقابه عليه. ده كل اللمسات اللي استلمها لوحده، محدش بيقول له انت رايح فين. نفس الهدف زي ما قلت، عمليه العمق مكشوف، التسديده مفيش حد بيضغط على ماكاليستر اللي مسدد، ومتابعه سهله جدا بالنسبه له. فاعتقد النهارده الحاجات الدفاعيه دي لازم تتعالج وبسرعه. انت مش كل يوم هتلاعب بطل العالم. النمسا والاردن مستويات اقل، بس لازم يبقى التركيز الدفاعي خاصه في عمق الملعب مع التعامل مع حارس المرمى بالنسبه للفريق. هنا عمق الملعب بص مكشوف، مساحات واسعه قوي قوي كتير، فهيستلم ويحضر نفسه وشايف ده ميسي مش اي حد، فهو شايف المرمى ومكشوف، حطها صعبه على حارس المرمى. ده اللي ممكن الهدف الوحيد اللي لا يلام عليه زيدان. انا زي ما قلت الاخطاء الدفاعيه كارثيه، والمساحات كتيره قوي في عمق الملعب هي اللي كشفت منتخب الجزائر. الغريب كابتن محمد بان في عمليه تسجيل الهدف الاول كان ميسي خارج الرقابه، وواصل ايضا بذات المنوال المنتخب الجزائري، يعني اخطر لاعب في منتخب الارجنتين بدون اي رقابه. دليل على ذلك هي الخساره، دليل على ذلك تسجيل 3 أهداف. يعني الحاله اللي احنا بنقولها دي يا عبد العزيز، الفريق واقف اهو منتخب الجزائر، شوف اتضرب العمق ازاي في لمستين، 3 لمسات في العمق مكشوف، والمساحات واسعه، وبين المدافعين مساحات. انت بتلعب على اعلى مستوى، فمش ان انت التنظيم بتاعك وانت واقف ما فيش حد بيغطي. المساحات اللي ما بين المدافعين قد ايه، المساحات اللي ما بين لعيبه وسط الملعب، المساحات الموجوده ما بين المهاجمين، واتضرب الفريق ازاي. اتحرك بين الخطوط لعيب نص ملعب زي ماكاليستر، يتحرك ميسي في العمق ب3 لمسات، الفريق اتضرب. فلازم الشكل انت واقف، بس لازم يبقى فيه تغطيه، المساحات تبقى قليله، اللي بتوصل له الكره لازم يبقى الضغط عليه. هل نستطيع ان نقول كابتن محمد بان منتخب الجزائر غير منظم او غير مستعد؟ هو بيلعب بفرقه اعلى منه فنيا، وفرقه اعلى منه جوده، وفرقه عندها ميسي، فما يهمهمش ويستعيدوا المعنويات ويعالجوا الاخطاء، لان زي ما بقول المباراتين القادمتين ممكن الفريق يبقى شكله مختلف. الجميع كان يقول ليونيل ميسي غير على مستوى الدوريات، ذهب للدوري الامريكي، رحل من باريس سان جيرمان قبل ذلك مع برشلونه. كان الجميع لربما يتوقع بان ليونيل ميسي أن يتغير قليلا على مستوى العطاء داخل أرضية الملعب، لكن هذا اللاعب أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا زال يحافظ على لياقته، على طريقة وأسلوب التعاطي مع كرة القدم في عملية تمرير، في عملية استلام، في عملية تسديد. لا زال ليونيل ميسي حاضر في هذا اللقاء. نعم هذا صحيح، هو لاعب يعيش بسعادة كبيرة داخل النظر عن الدور الذي يلعب فيه. ربما في باريس سان جيرمان لم يقدم المستوى المنتظر، ولكن ربما كنا نفهم الطريقة التي خرج بها من برشلونة وكل ما عاشه في تلك الفترة، ولكن بمجرد أن تمنحه مساحة كما تفضلتم وكذلك مع زملائه، هو يعرف كيف يقرأ المباراة وكيف يمكن أن يكون سعيد على أرضية الميدان. هو رقم 1 في نهاية المطاف، ومن المعقد جدا أن توقف هذا اللاعب. هل تتفق مع الحديث مع كابتن محمد مع بداية هذا الاستوديو، تحدث عن عملية تعويض دي ماريا في تشكيلة السيد سكالوني؟ هل تشاهد بأن المادا هو الأنسب؟ هل يعطي بنفس العطاء مع دي ماريا، أم هناك اختلاف كبير حول عملية الانسجام الهجومي بين ميسي ولوتارو مارتينيز؟ أعتقد نتحدث عن لاعبين مختلفين. المادا ربما يذهب إلى العمق أكثر، دي ماريا كان جناح يلعب على الرواق، ولكن في هذه الفترة ربما كان هنالك تفاهم أكبر مع ميسي، وحدث هذا التفاهم والتواصل موجود. ربما اليوم لم يظهر هذا بدرجة كبيرة، ولكن هو لاعب جيد جدا، وأيضا مع وجود ليو ميسي في هذه الحالة إذن فأنت لا تحتاج إلى أي لاعب آخر في الواقع، ولكن أعتقد أنه سيؤدي جيدا فيما هو قادم.